شباب هذا اني. ايش كنت تحس رحمة دينك؟ واحد يغلط علي، اشتموني اشتموني، انا عايز اتوب، اشتمني انا عايز اتوب، اضرب اضرب انا عاوز اتوب. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون احوالكم؟ اموركم، حياتكم، دنيتكم؟ اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من قناه يوميات واحد عراقي. اليوم راح اشوفكم فيديوهات القديمه. والله خجلان، باو خجلان منكم، انا من هسه مستحي منكم، يعني هذا الفيديو حلال بيسب. بس على كيفكم، والله على كيفكم. ترى شوفوا هذول الفيديوهات من نزلتين كنت صغير وكان ما عندي خبره ولا معتبر نفسي اصلا يوتيوبر، يعني تمام. حرفيا الشخص اللي هسه راح تشوفوه هو شخص بادي من الصفر، يعني ما عنده ولا مشترك، يعني حتى لو يتصلخ ويطلع هاني رمزي ما حد يقول له انت ليش ايش تسوي، ده ما حد يشوفه اصلا. خايف والله خايف. تعالوا خلينا نشوف اول فيديو ما له داعي. طبعا اسم الفيديو محفظة العراقي المفلس، يوميات واحد عراقي. شنو العنوان الزقة؟ OMG. طبعا يعني OMG يعني على اساس او ماي جاد. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ احوالكم؟ طبعا ساعة ب11 يمكن ونص على ما اعتقد. يعني هسه راح تقولون واو شنو اللي راح يصير ب11:30؟ معقولة راح يصير نهاية العالم؟ ضوجة والدنيا عوجة مثل كل مرة. بس شنو؟ راح اشتري محسن، بس اشتري ما ادري. نشتري، خل اشوف ايش عندي بالمحفظة والله. يعني حاليا ممتلكاتي. لا تطلع المحفظة، لا الله عليك لا. ليش تخزيني؟ محفظة ايش قاعد؟ هذه وربع. ما ادري شوفوا. يعني 1000 2000 3 الله 3 4 واو 4000 وربع 4 وربع. زين يعني هسه على اساس انا عندي مبلغ وبوقتها هذا الأربعة وربع، على اساس عندي مبلغ كبير. كمان مان ايش تفضحني؟ وعلى فكره هاي انا كانت يوميتي بوقتها 1000 دينار، هذا اني مجمعها مال 4 ايام. 4 وربع. طبعا هاي مو كل ممتلكاتي، يعني لا تضحكون. وهاي ممتلكاتي فوق في الروم. كذاب والله العظيم، والله هاي كل ممتلكاته، والله كان يكذب على العالم. يا عالم هو اصلا ما كان عندي ولا مشترك. هاي مو كل ممتلكاتي في الروم. يا روم ايش عندك بالروم؟ اجمع الكنوز والهدايا. اتفل علي بسرعه، اتفل جمع فلوسك مال الشهر يا الحديقه يا الخزي. عندي يمكن ما ادري ربع مشقوق مقطوع. هذا بركه، يسمونه ربع البركه. شباب هذا الربع كنت احطه بمحفظتي دائما لحد هسه عندي ربع مشقوق. هاي الفكره بدماغي ما قاعد تطلع، انه اذا احط ربع مشقوق بالمحفظه الله يرزقني. يعني دائما اصيح له ربع البركه، احط ربع دينار هيك مشقق بنص المحفظه هيك استبارك بيه، على اساس راح يفرخ هذا الربع. لحد هسه ما عندي فكره بدماغي. هسه افتح لكم المحفظه مالتي تلقون ربع. ليش ده هسه راح اجيب لكم المحفظه دقيقه. شوفوا الشباب، ربع البركه المشقق. المهم ضوجه قد نروح نشتري بهذني 4.5 ونجي نشتري على كبوسه، على نساتل، على حبشكلات. يا باش يا بابا باي باي. خلاص هي خلاص. يعني انت ايش متوقع؟ يعني ايش متوقع انه هذا الفيديو مفيد؟ انت هسه ضيعت دقيقتين من حياتك. المفروض ما اسمي محفظة العراقي المفلس، المفروض اسمي الفيديو كيفية تضييع دقيقتين من حياتك. ايش انت تحس؟ كتبوا لي ايش تحس؟ هيك غرقوني ايش تحس؟ نزلوها عليه مثل المطر. ايش تحس؟ حرفيا هذا الشخص اللي تشوفوه بداها من الصفر، يعني بدا ينزل فيديوهات ما لها داعي، بدا ينزل فيديوهات هو قاعد ياكل كل شيء ماكو. باع دا اكل، يعني احسب كم فنقراي اني اكلت. النباعاني ايش قد مرعبل كنت، يعني حاط لي شطل بالفنقر حتى اكل بيه. اني عايفه مثل ما تشوفون وقاعد اكل بيدي.
مثال على الانسان. لا لا يا معو، وبعدين ايش راح تسوي؟ الله شوف الابتسامه. طبعا شباب كنت حاط التليفون جوا على مود لا حد يشوفني، انا كنت استحي اصور برا، فايش احطه جوا حتى ما حد يشوفه. هي باع شلون اهز بحواجبي. وبعدين شو وقت يخلص الفنجر؟ هذا من يخلص الفنجر يخلص الفيديو. والله العظيم. همبرجر شباب. يا الله همبرجر، شلون همبرجر مجعوصات؟ الله سويته تشريب. يا الله همبرجر ما قدرت اكملها لان كبيره، كلت نصب قطعه. واو الهمبرجر ما قدر يكملها لان كبيره. واو بس المفروض شي يكتبوا لي بالتعليقات، معقوله الهمبرجر ما قدرت تكمله يا الزرباب. شباب شوف هذا الفيديو اللي انا كنت منزله، هاك باوع شوف هذا الفيديو ايش داحس. فتحت البوري وبعدين هاي مزنجره، حتى الحنفيه مزنجره باحه. هذا اخو مزنجر من فوق ماكول اكل هذا البوري. شغلي الاغنيه مال نور الزين ذات تسمعوها. جرحين احساس البوري كنا متعلمين على مي البوري، ايه بحيث الشعب العراقي اذا شرب مي معقم ايه يقول طعمه مر. هو مو طعمه مر، وانما انت متعلم على هذا المي الوسخ. يعني هو مو كلش وسخ، بشويه وسخ، صار عندك عليه مناعه. وهذا جيد طبعا لان جيد. اكو تلاحظون احكي بالجيد وطبعا دكتور نفسي، مو واحد يحكي على مي مال بوري ومصور له انترو على بوري مزنجر بليز سامحوني اني ثبت. تشوفون الشوارع يعني تقريبا ما تسوي لك واهس حتى تمشي بيها. شوف ترى فعلا شوف شوارعنا، شوارع كلها طسات، حتى اذا تريد تشتري سياره ما يصير لك واهس. على اساس انا شلون كان عندي فلوس؟ على اساس السياره منتظرتني، البياعه واقفين لي بالباب ارجوك اشتري، بس اني شوارعنا بها طسات مالي واهس اشتري سياره. شوف شلون لازم التليفون واصور باعه. هيك لازم اخاف حاطه هيك جوا صدري وامشي واصور. اخاف اصور شباب حتى لا حد يلقفني عباك دا اسوي جريمه. بس بشرفكم هذا منظر، هذا الله عليكم هذا منظر، واحنا العراق بلد عظيم. هاي الزباله يا رفاق كم هم ليش هيك الفاظ تعبانه؟ الفاظ هيك مال جهال. شنو يا رفاق متعلمها من سبيستون؟ والله راح يقبلوني. شو وقت العالم تنظف؟ ليش اللي ترجف؟ ليش حتى الشوارع خزيتوني قدام الدول الاجنبيه، خزيتوني قدام الدول الاجنبيه. قسما بالله هذا الفيديو من نزلته لي هسه اتذكر يمكن جايب لايكين، واحد حسابي وواحد حسابي. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ طبعا شكرا للشباب والبنات اللي عايدوني على الانستغرام والفيسبوك طبعا الشباب كذاب، والله كذاب. والله ما حد عايدني. انا كانوا متابعيني يمكن 30 واحد بهذه الفتره وما حد كان يعايدني. شكرا للشباب والبنات اللي عايدوني. شكرا للشباب والبنات. يعني شباب سالفه الانتقاد بدت عندي تبلش شويه، قمت انه انتقد اغاني، انتقد فنانين، مع العلم هو بالواقع لازم انتقد نفسي على الفيديوهات القديمه اللي انا كنت انزلها بوقتها. شوف هو الانسان كل ما يكبر كل ما تفكيره يتغير، كل ما طريقه تفكيرك تتغير. الاشياء اللي كنت تحبها تقوم تضحك على نفسك تقول شلون كنت احبها، الاشياء اللي كنت تسويها تقوم تضحك على نفسك تقول شلون كنت اسويها، حتى الاغاني اللي كنت تسمعها تقوم تضحك على نفسك تقول شلون انا كنت اسمع هيك اغاني. واو شوف هذا انترو، هذا انترو مال الصيدليات. هذا من تشتري مقدمه مال يوتيوبر من باب الشرجي. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحالكم اموركم؟ اليوم حلقه جديده مختلفه. طبعا شباب وين ما اقعد اصور، يعني بالهول، بالصاله، بالمطبخ، بالحمام، باي مكان يعجبني اقعد احط الموبايل، وين ما يعجبني اقعد اصور، قبل ابسط واصور عادي باي لحظه، يعني احتمال باي لحظه تلقيني قاعد حاط الكاميرا ودا اصور.
اليوم حلقة جديدة مختلفة اسمها طلعة الشباب. حلقة اسمها طلعة الشباب. هنا أنا شباب قاعد انتقد طلعة الشباب، يعني بوقتها كنت انتقدهم على طلعاتهم شلون يطلعون من اول ما يطلعون لحد ما يرجعون لبيتهم، شنو الشغلات اللي يسووها. وبوقتها هاي الحلقات كانت الناس تموت عليها، يعني الناس يقولوا لي بعد نزل لنا واحكي لنا على المدارس واحكي لنا. فهنا بوقتها بديت اكون جمهور، بس جمهور على قدي، يعني مو جمهور واسع مثل هسه راح اوصل 5 مليون. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ طبعا هاي الحلقة راح اسويها كل استغفر الله. يعني الإجابة على أسئلتكم هيك تصطرخة طاح بوجه. ايش كم واحد اخترع؟ ايش كم واحد اخترع؟ يا أخي على كيف؟ السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة أحوالكم؟ طبعا شباب هنا بهالوقت كنت أصور بالسطح، أحط التليفون هيك أثبته على الحائط على هذا الطابوق، تمام، موقف قباله. طبعا شوف الواير اللي ورايا، منظر يعني كلش يفتح نفسك. احتمال تلقون ابو بريس وراي هيك يفتر، هيك يطفر من الطابوق او يتنقل من مكان لمكان، كلش عادي كلش طبيعيه السالفه. حتى مره صورت بالسطح اكو واحد سوى اشاره قال لي بفلان دقيقه طلع وراك ابو بريس. لا تستغرب اليوم الحلقة بالسطح. شنو يستغرب اليوم الحلقه بس انت كل حلقاتك بالسطح، كانت كل حلقاتك بالسطح، شنو اللي تستغرب اليوم الحلقه بالسطح؟ هواي يجوني ناس يقولوا لي انت ليش تصور بالبيت؟ ليش فد مكان حلو؟ ليش ماكو عندك فد شيء؟ يعني خلينا نكون واقعيين، وانا اصور لك بالشارع شو يقولون علي؟ ولا ما صورت بالشارع يعني. ثانيا انا وحدي، يعني ماكو واحد يصورني. فالبيت شبيه يعني؟ اكو غير الغرف والهول والصاله والطرمه. طبعا كذاب شباب، كذاب. اصلا ما كانت عندي غرفه بوقتها، يعني لهذا السبب انه كنت اصور بالسطح لانه ما عندي مكان اصور بيه. يعني كانت انا كنت بهذا عمري ما مطيني غرفه بالبيت، يعني تعرفون شنو؟ كنت انام بالصاله، هيك انام على القنفه وامنتج على القنفه، حاط طبله صغيره كنت هيك متمدد، اتمدد عليها وحاط اللابتوب بصفي واصور بالموبايل وانا متمدد امنتج، تمام. كانوا اهلي مو كل شيء يعرفون انه انا كنت اصور فيديوهات، ولا يعرفون انه انا كنت اسوي، ولا واحد معبرني اصلا يعني. فاصلا انا ما كان عندي مكان، بس كنت مستحي اقول لهم يعني انه انا ما كان عندي مكان، فلهذا السبب اختاريت السطح. لا كنت اقول لهم وين يعني قابلوني وين اصور؟ بالمطبخ تريدوني؟ وين اصور مثلا؟ بالصاله؟ فلهذا السبب اختاريتكم بدي اصور بالسطح. لو مصور بالصاله احسن لك، لو مصور بالصاله احسن لك. بس شباب للاسف انه انا قلت لكم ما كان عندي مكان اصور بيه، مو مثل هسه انه سويت لي غرفه واستوديو وصار عندي وايد شغلات، يعني طورت. بس قبل شوفوا انه انا بديتها من السطح، بديت الانتقاد مع وجهي ما لكم علاقه بيه، بديت الانتقاد بالسطح. واصلا 3/4 فيديوهاتي البقيه كملتها بالسطح، بس كنت اخلي وراي كروما، كانت الكروما ما بتنشال الا اكو اضاءه قويه، فلهذا السبب كنت انتظر الشمس تطلع على مود اصور يمها، على مود تصير علي اضاءه قويه. ما كان عندي اضاءه شباب. انا راح شو اسمه اجيب خلفيه خضراء بمرور الايام وادخلها ببرنامج، اخلي وراي فد خلفيه، اسوي لك خلفيه مال اخبار، اسوي لك اي شيء ببالك. هنا قررت انه اجيب خلفيه لانه الناس قامت تنتقدني وتقول انت شنو بدك تصور بالسطح؟ ولا يهمك للضوج. هسه المهم احنا هسه ما علينا بالمكان، ايش عليك بالمكان؟ انت اهم شيء دا اوصل لك الفكره، انا شريد اهم شيء دا اوصل لك الكلام. شوفوا انا من زمان كان هدفي انه انا اهم شيء المحتوى، ما لكم علاقه بالمحتوى الراح، بس يعني بعدين قلت لكم فكره قام يتطور، فانا من زمان هاي الفكره بدماغي، مو مهم المكان، حتى لو اصور بالسطح، حتى لو اصور بالزباله، بس اهم شيء انه المحتوى مال الحلقه. الناس من تقوم تركز على المكان وتهمل قناتك واعرف انه انت محتواك فاشل. بس الناس اذا تصورهم فيديو كلامك بيه حلو وبالزباله راح يقولوا لك عاشت ايدك. صفق لي لك لو بالمطبخ ايش عليك انت؟ البنات والنزاكه تعرفون البنات تتواصل وياي، تحكي وياي شخصيا على الفيسبوك، هم على هذا، ويقدر يحكي وياي شخصيا على الكيك، على هذا الحساب يضيفني. اوكي تمام. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ منورين طبعا كلكم واني اولكم. اليوم الحلقة اسمها مفتهمين غلط.
ايوه شباب، هاي سلسله مفتهمين غلط. شباب هنا أنا بديت اشتهر بهاي السلسله مال مفتهمين غلط. طبعا نزلت بوقتها 9 حلقات، ما ادري 10 حلقات مفتهمين غلط.